وفقد الشباب يحني الظهر أبا عبد الله. لكن قل لي أبا عبد الله، ليش مخلي إيدك على عينك؟ عينك صار بها شي أبا عبد الله؟ أجابها الإمام الحسين قلها يا خمد نور العيون وما بعد ظنه، ودربي يا زينب ما وجدن. يقلها خويا صبي عيني وقع منها وبعد ما اشوف، وتفايض دمعها وش يفيد الروف. يقلها خويا اللي يفقد ابو عيده صبح مو زين، والله واللي يفقد اخوه حزنه يظل سنين. يا اخويا واللي يفقد ولد يفقد السواد العين. بعدها جاء الإمام زين العابدين إلى أخيه علي الأكبر، نظر إليه يقول أخوه يا أثار الأخو يا ناس هيبة، والله هيبة معطر بالمحنة ومحلى طيبة. والله أخيل راح منين أجيبه، أثار الأخو يا ناس شحلاته، والله شحلاته لو نامن بالسدة بناته، ويا محلاه بالعيد لو عايد خواته. يقول اخويا علي مور روح تنتظر جيتك، خويا علي مور ولو بالطيف يا ابن امي. علي مور شكثر لو تعرف فراقك، خويا علي مور مر من ليلة البرزخ علي. يقول اخويا بجفاك دم الدمع مودار تعال الحق علي الوقت، خويا مودار عقب عينك صار الدار، والله مودار شد من القبر واصعب علي. أبيات الدعاء نهديها لأرواح أمواتنا، جاءت الحوراء زينب إلى أخيها الحسين تقل أخويا بعيني العمى ولا كان
زمان شفتك خويا مخضب بدمك يا خويا وما عرفتك يا ابو السجاد يا الحلوة والله عشرتك ظنها طويلة يا ابن امي سفرتك تقول اخويا فرقة واقول ان تخلص الفرقة وترد ردود يا ابن امي وصيحا يا هلا بهالملقى خويا اذا صدق رديت زمان عندي ايش خلى وش بقى يا اثار الاخو بالضيج الراد والله يا الراد ويا محلى شافته بايام الاعياد وفقد الاخو للقلب مرة